السلام عليكم اعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ان سيري دي زيكزارسيس، سلسله ديال التمارين ديال الدرس السادس من دروس ماده الفيزياء والكيمياء اللي كتخص التلاميذ ديال السنه اولى اعدادي الدوره الاولى. دونك العنوان ديال الدرس هو كالتالي: نوسيون دو بريسيون اي بريسيون اتموسفيريك. نوسيون بمعنى مفهوم، لا بريسيون هو الضغط، مفهوم الضغط، اي بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي. دونك كيف ما قلت لكم في الدرس اللي قبل، ما نشوفش الرقم ديال الدرس وانما نشوف العنوان ديال الدرس شنو هو، لان الترقيم ديال الدروس كيختلف من كتاب لاخر. دونك ليكزارسيس الاول قبل دونك هاد لا سيري دي زيكزارسيس اللي غادي نخدمو كيف ما العاده غادي نخليها لكم على شكل بي دي اف. غنخلي لكم الرابط ديال الدرايف ديالها في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف وكذلك في لي كومونتير. دونك ليكزارسيس الاول هو كيستيون دو كور، دونك دائما تكون عباره عن اسئله ديال الدرس. لا بروميير كيستيون: répondre par vrai ou faux, أجب بصحيح أو خطأ. La première phrase: le symbole de la pression est PA. Donc الرمز ديال الضغط، le symbole هو الرمز، la pression هو الضغط، هو PA. P majuscule A minuscule. واش هذا صحيح؟ donc c'est faux، خطأ. لماذا؟ لأن le symbole ديال la pression، الرمز ديال الضغط رمزنا له فقط ب P majuscule ماشي PA، لأن PA هي الرمز ديال الوحدة ديال الضغط اللي هي الباسكال. دونك كما درنا بالنسبة للفوليم، الفوليم باش كيبدا في دونك رمزنا له في. لا ماس باش كتبدا بام، كبدينا رمزنا لها بام. دونك لا بريسيون باش كيبدا ببي، دونك رمزنا له بي ماجيسكيل ماشي بي ا. Deuxième phrase: l'unité internationale. L'unité هي الوحدة، internationale العالمية، de mesure لقياس، de la pression لقياس الضغط، et le bar. إذا الوحدة العالمية لقياس الضغط هي البار، وهذا خطأ. donc c'est faux. لماذا؟ لأن l'unité internationale de mesure de la pression est le pascal. الوحدة العالمية لقياس الضغط هي الباسكال ماشي البار. Troisième phrase: tous les gaz sont compressibles et expansibles. جميع الغازات sont compressibles يعني قابلة للانضغاط، et expansibles قابلة للتوسع. وهذا صحيح. دونك شفنا في الدرس بأن جميع الغازات قابلة للانضغاط والتوسع. Quatrième phrase: la pression et le volume. الضغط والحجم sont deux grandeurs، هما مقدارين inversement proportionnel يتناسبان عكسيا. inversement بمعنى عكسيا، proportionnel بمعنى تناسبيا. دونك شنو كنقصدو ب inversement proportionnel تتناسب عكسيا؟ بمعنى ان si la pression augmente le volume diminue، بمعنى إلا لا بريسيون تزاد لو فوليم شنو تيوقع له؟ كينقص. والعكس سي لا بريسيون ديموني، إلا لا بريسيون نقص لو فوليم اوغمونت. دونك هذا هو المعنى ديال التناسب العكسي، بمعنى إلا تزاد واحد الاخر تينقص. دونك لا بريسيون ولو فوليم ما كيتزادوش بجوج في خطره واحده ولا كينقصوا بجوج في خطره واحده، لا. دونك إلا تزاد واحد فيهم الاخر تينقص. هذا هو المعنى ديال التناسب العكسي. اي دونك سي فري، هذا راه شفناه في الدرس. دوزيام كيستيون: donc complétez les phrases avec les mots suivants. أكمل الجمل بالكلمات التالية. donc عندنا بارومتر، وبارومتر شفناه أنه هو جهاز ديال القياس ديال الضغط، لكن أش من ضغط هو اللي غادي نشوفه في السؤال. كذلك باسكال. اتموسفير اللي هو الغلاف الجوي. اوغمونت بمعنى تتزايد أو تزداد. ديميني تنقص أو تتناقص. كومبريسيون بمعنى الانضغاط. ديتونت بمعنى التوسع. مانومتر هو كذلك جهاز لقياس الضغط، ولكن اش من نوع ديال الضغط هو اللي غادي نشوفه في السؤال. دونك لا بروميير فراز: l'unité internationale الوحدة العالمية de mesure de la pression لقياس الضغط اي. دونك هي، دونك شنو هي l'unité internationale de mesure de la pression؟ الوحدة العالمية لقياس الضغط شنو هي الباسكال، وهذا شفناه في الدرس. دونك ماشي لو باغ اللي شفنا قبيله. دونك الوحدة العالمية لقياس الضغط هي الباسكال. La pression atmosphérique se mesure par. donc la pression atmosphérique هو الغلاء، هو الضغط الجوي. دونك الضغط الجوي se mesure يعني يقاس بواسطة ماذا؟ باش كنعبروا الضغط الجوي دونك تنستعملوا الجهاز ديال البارومتر، هو اللي يمكننا من قياس الضغط الجوي. Troisième phrase: la pression d'un gaz enfermé. ضغط غاز enfermé بمعنى محجوز أو محصور أو محبوس dans une enceinte fermée، في علبة أو في إناء مغلق. se mesure par quoi؟
دونك الضغط المحبوس يعني بحال مثلا لا بريسيون دان غاز اللي عندي في البوطه، ولا لا بريسيون ديال لو غاز اللي عندي في الكره مثلا باش كنلعبوا، ولا مثلا لا بريسيون ديال الغاز اللي عندي في واحد البالون، لا بريسيون ديال الغاز اللي عندي في لا سورينغ، لا بريسيون ديال الغاز اللي عندي في مثلا الرويده ديال الطوموبيل الى غير ذلك. دونك باش نعبر هاد لا بريسيون، هذا الشيء راه هضرت عليه في الدرس، دونك سنستعملوا جهاز ديال المانومتر. La pression atmosphérique الضغط الجوي اي la pression exercée هو الضغط المطبق par l'air من طرف الهواء، دونك شمن الهواء دو l'atmosphère، الهواء اللي عندي في الغلاف الجوي، l'atmosphère بمعنى الغلاف الجوي. sur tous les corps على جميع الأجسام qui sont en contact اللي في تماس avec lui معه يعني مع الهواء. دونك الهواء دائما يطبق واحد الضغط على الأجسام التي في تماس معه، وهذا الضغط الذي يطبقه الهواء الجوي على الأجسام يسمى بالضغط الجوي لا بريسيون اتموسفيريك. دونك شنو هو لا بريسيون اتموسفيريك؟ وهذا تعقلوا عليه مزيان، هو واحد القوة كيطبق الهواء دو لاتموسفير، لير دو لاتموسفير على الأجسام. كيطبق علينا حنا مثلا قوة ضاغطة كنسموها الضغط الجوي، كيطبق كذلك على الحائط على جميع الأجسام الصلبة وحتى السائلة كذلك. La phrase suivante, lors de la d'un gaz son volume diminue donc alors que sa pression. Et donc شنو هي العملية اللي خصني ندير pour que لو فوليم دان غاز ديميني؟ دونك انا عندي الحجم ديال الغاز كينقص، دونك شنو هي العمليه اللي خصني ندير باش نقص لو فوليم ديال لو غاز؟ دونك العمليه اللي خصني ندير هي لا كومبريسيون انديغات. دونك غادي نقول لور دو لا كومبريسيون يعني عند الانضغاط دان غاز ديال واحد الغاز سون فوليم ديميني، الحجم ديالو كينقص، ديميني بمعنى تنقص، الوغ كو سا بريسيون في حين ان لا بريسيون ديالو اشنو تيوقع له؟ دونك حنا ملي كنديروا لا كومبريسيون لو فوليم كينقص، دونك الا نقص لو فوليم لا بريسيون اش كتوقع ليها؟ كتزاد. هي اللي قلنا قبيله في هاد لا كيسيون، قلنا بان لا بريسيون و لو فوليم سون دو غراندور inversement proportionnel. Donc هنا عندي لو فوليم ديميني، donc bien évidemment sa pression va augmenter، الضغط خصو يتزاد. lors de la d'un gaz son volume augmente. donc هنا شنو هي العمليه اللي خصني ندير pour que donc le volume augmente باش يتزاد لي الحجم؟ دونك هنا عندنا الحجم augmente بمعنى كتزاد، دونك باش يتزاد لو فوليم باش نوسع لو غاز، دونك خصني ندير العمليه ديال التوسع لا ديتونت، دونك خصني ندير لا ديتونت. اي دونك غادي نقول لور دو لا ديتونت يعني عند التوسع دان غاز ديال واحد الغاز سون فوليم augmente، دونك الحجم ديالو كيتزاد، الوغ que sa pression في حين أن لا بريسيون ديالو شنو غادي يوقع له؟ دونك أنا عندي لو فوليم أوغمونت، بيان سور الفوليم ديالو خصو ينقص ديميني، دونك غنستعمل هاد الكلمة ديال ديميني. دونك لا بريسيون كينقص، راه ديما لو فوليم إلا تزاد راه لا بريسيون خصو ينقص يديميني، دونك ديما كيمشيو معاكسين. Troisième question, convertir les unités suivantes يعني حول الوحدات التالية. دونك انا عندي واحد المجموعة ديال لي زونيتي هما كلهم وحدات لقياس الضغط، وفيهم الباسكال اللي هو الوحدة العالمية. دونك عندنا الباسكال، عندنا البار، عندنا لاتموسفير، وعندنا كذلك السنتيمتر دو ميركور، ولا كنسميو كذلك المليمتر بحال يا اما سنتيمتر ولا المليمتر. دونك انا هاد لي زدتها لكم باش غير واحد التذكير فقط، الفرق بين جهاز ديال المانومتر وما بين البارومتر. دونك الجهاز ديال المانومتر قلنا هذا سي كان اباراي اللي كتمكنني من انني نميزيري لا بريسيون ديال غاز انفيرمي، يعني كتمكنني من قياس يعني الغاز يكون محبوس او محجوز كيف ما درنا في الدرس، يعني في بوطه ولا مثلا بالون نفاخه ولا رويده الى غير ذلك. دونك هنا تيكون عنده واحد برونش ولا كيتسمى ان سيبور دو تيب، يعني حامل ديال الانبوب تركبوا فيه هنا. دونك هذا تيبان بانني تنعبر به الضغط ديال واحد الغاز اللي عندنا يكون محبوس. دونك لينيتي ديالو غالبا كنستعملوا البار في هذا المانومتر، غالبا تلقاو البار، ماشي مشكل، ممكن نلقى الباسكال ولا نلقى اوتر يونيتي. وبالنسبه البارومتر حتى هو جهاز ولكن تمكننا من قياس الضغط الجوي، يعني الضغط اللي عندي في الهواء الجوي. وكما كتلاحظوا هنا هذه الرسومات دونك راه باينه من خلال الرسومات. دونك شنو هو الدور ديال هذا المقياس هذا ديال الضغط؟ يعني تيعبر به الضغط الجوي باش كيعطيني فكره على احوال ديال الطقس، واش كاين الجو بارد ولا الجو سخون الى غير ذلك. دونك كما كتلاحظوا هنا دونك هذا فيه مليمتر اش جي هو الميركور، هو الزئبق، مليمتر دو ميركور يعني
يعني مليمتر من الزئبق، ولا كنلقاو فيه هاد لينيتي اللي عندنا هنا هي الاش بي ا اللي هي ليكتون باسكال، دونك في جوج ديال الوحدات. دونك كيف ما كتلاحظوا هنا عندي هنا 1010 1011 1012 تقريبا حتى 1013 ماشي مشكل. دونك لاحظوا بان 760 اللي هي غادي نشوفوها من بعد 760 ملم دو ميركور راه تقريبا كتساوي 1013 هيكتو باسكال. اذا انا تنستعملوا ليكتو باسكال ولا كنستعملوا الميلي متر دو ميركور. دونك هادو كلهم وحدات ديال قياس الضغط خصني نكون حافظهم. دونك واحد هيكتو باسكال اكوا تيغال اون باسكال. دونك شحال كتساوي الباسكال؟ ليكتو كنعرفوه من المدرسه ودرنا في الدرس ديال الفوليوم ولا ماس. كاين عندنا لينيتي برينسيبال هي الباسكال، وكاين ديكا باسكال، وكاين ليكتو باسكال، وكاين ليكتو كيلو باسكال. دونك حنا الوحده اللي كنخدموا بها هنايا هي ليكتو باسكال. الا درتي الجدول ديال التحويل راني درتو في الدرس غادي تلقى فيها 100. دونك ليكتو بمعنى فيه 100 باسكال، واحد هيكتو باسكال فيه 100 باسكال. واحد بار شحال فيها من باسكال؟ دونك هذا حتى هو شفناه في الدرس. دونك فيها 101 و 300 باسكال، 101 1300 باسكال، ولا بارفوا تنقدروا نلقاو 100000 بحال. دونك اللي لقيتيها في لي زيكزارسيس والكتوبه خدم بها ماشي مشكل، غالبا حنا تنخدموا بهذه 101300 باسكال. الوغ واحد باغ شحال فيه من هيكتو باسكال؟ دونك غنحيد هاد جوج ديال الاصفار وغادي نزيدو من هاد الباسكال غتولي هيكتو، لاننا قلنا واحد هيكتو باسكال فيه 100 باسكال. دونك هنا تعطيني واحد بار فيه 1013 هيكتو باسكال، لان هاد جوج اصفار اللي عندي هنايا دخلتهم هنا في الهيكتو لان الهيكتو فيه 100. اي دونك واحد بار غتعطيني 1013 هيكتو باسكال. اي دونك جوج بار شحال غتعطيني بالهيكتو باسكال؟ غندير الضرب. الا واحد بار كيعطيني 1013 دونك جوج بار شحال غتعطيني دو فوا، يعني جوج في 1013 هيكتو باسكال هي 2026 هيكتو باسكال. واحد اتموسفير شحال فيها من بار؟ دونك شفناها في الدرس حتى هي فيها واحد بار، يعني اون اتموسفير ايكالا ان بار. 2,5 اتموسفير 2.5 اتموسفير شحال فيها بالهيكتو باسكال؟ دونك لاتموسفير شحال فيها واحد بار شحال فيه من باسكال؟ فيه 1013 هيكتو باسكال. اي دونك شحال غادي تكون في من لاتموسفير لهيكتو باسكال؟ دونك عندي 2.5 غنضربها في 1013. علاش؟ لان عندي هنايا واحد اتموسفير في واحد بار وواحد بار في 1013 هيكتو باسكال. دونك باش نحول لهيكتو باسكال غادي نضرب في 1013 2.5 نضربها في 1013 غتعطيني دونك 2532.5 هيكتو باسكال. 67 سنتيمتر دو ميركور هذه كنقراوها بحال هكا، تنقراوها 76 سنتيمتر دو ميركور، يعني 76 سنتيمتر من الزئبق. هاد اش جي كنقراوها الزئبق. دونك شحال فيها من بار؟ دونك فيها واحد بار. ولا كنستعملوا كذلك 760 راه تنقولوا 76 سنتيمتر ولا تنقولوا 760 ملم راه بحال. دونك 760 ملم شحال فيها مليمتر دو ميركور من هيكتو باسكال؟ دونك فيها تقريبا 1013 هيكتو باسكال. دونك الا جيتي لهنا غتلقاها هي عندي 760 باش بالمليمتر دو ميركور هي هذه، وهاد 760 راها شحال كتعطيني هنايا 1013. دونك هنا عندي 1010 1010 1011 1012 1013. اي دونك 1013 باش بالهيكتو باسكال، دونك 1013 هيكتو باسكال كتعطيني 760 باش بالمليمتر دو ميركور. دونك هادو تحفظوهم مهمين بزاف. دونك هذه العلاقه اللي كتربطهم كاملين. واحد اتموسفير اون اتموسفير كتعطيني ان بار كتعطيني 1300 هيكتو باسكال تساوي كذلك 76 سنتيمتر دو ميركور. Deuxième exercice, on va étudier quelques propriétés de l'air. Donc هنا غادي ندرسوا بعض خصائص ديال الهواء. Donc on enferme نحصروا ولا نحجزوا ولا نحبسوا 100 مليلتر دو لير 100 مليلتر من الهواء دون زين سورينغ في محقنه كيف ما عندنا هنا غادي نحبسوا فيها واحد 100 مليلتر اون بوشون لوريفيس وذلك بغلق لوريفيس هي هاد الفتحه هذه باش غادي نربطوها اليد دان اباراي دو ميزير بواسطه واحد الجهاز ديال القياس اللي هو هذا ما عطاوناش الاسم ديالو. دونك هاد لوفيرتور ديال لا سورينغ غادي نربطوها بواحد التويو مع هاد الجهاز هذا اللي هو جهاز ديال القياس، حيث او لا بريسيون انيسيال الضغط البدئي دو لير الضغط البدئي ديال الهواء انفيرمي. يعني شحال كان عندي في الضغط البدئي هنايا في لا سورينغ غيشوف يكون عندي هو القيمه ديال الضغط الجوي. Donc la pression initiale de l'air enfermé est égale à celle atmosphérique. هاد السال على من كترجع على لا بريسيون اللي عندي هنا. اش من بريسيون اتموسفيريك؟ بمعنى ان
الضغط اللي عندي البدئي اللي عندي في لاسورينغ اللي عندي الداخل ديال لاسورينغ هو نفس الضغط اللي عندي على برا في الغلاف الجوي في لابريسيون في لاتموسفير. دونك شحال هي القيمه ديال الضغط الجوي؟ هي 1013 هكتو باسكال، وهذه معروفه خصكم تحفظوها. اون ديبلاس لو بيستون، اون ديبلاس بمعنى نزيح المكبس، ولكن ما قاليش واش غادي ندفعوا لو بيستون ولا غادي نجروا لو بيستون، ما قاليش واش غادي ندفعوا ولا نجروا المكبس. سي بون، قال لي اون ديبلاس لو بيستون يعني انا نزيح المكبس. انت خاصك تعرف فين غادي نديبلاسيو هاد لو بيستون. لو فوليوم دو لير، حجم ديال الهواء، دوفيان 50 ملي. شحال كانت عندي في الاول؟ عندي 100 ملي، ومن بعد ما ديبلاسينا لو بيستون ولات 50 ملي. اي دونك لا بريسيون à l'intérieur de la seringue يعني الضغط داخل المحقن prendra une valeur notée P2. et donc الضغط داخل المحقنه غياخذ ليا واحد لا فالور، prendra بمعنى سيأخذ واحد لا فالور اللي غادي نسميوها P2. حنا غادي نعرفوا القيمه ديالها من بعد. La première question, quelle est la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer? Quelle est la valeur بمعنى ما هي قيمة la pression atmosphérique الضغط الجوي au niveau de la mer على مستوى سطح البحر؟ دونك هادي شفناها في الدرس. دونك la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer قيمة ديال الضغط الجوي على مستوى سطح البحر هي 1013 هكتو باسكال. هي هذه اللي عندي هنا دوني في ليكزارسيس. دونك هذا la pression atmosphérique au niveau de la mer على مستوى سطح البحر، هذه تحفظوها 1013 هكتو باسكال. Deuxième question, comment appelle-t-on بمعنى ماذا نسمي l'appareil de mesure جهاز ديال القياس اللي هو هذا qui sert à mesurer الذي يستعمل لقياس la pression الضغط d'un gaz enfermé ولا emprisonné، غاز يعني محبوس ولا محجوز ولا محصور dans la seringue. دونك لا كيستيون هو شنو سميت هاد الجهاز هذا. دونك الاسم ديالو عرفناه شفناه. دونك il s'appelle le manomètre. Troisième question, l'air a-t-il subi une compression ou bien une détente? Donc الهواء a-t-il subi بمعنى خضع une compression انضغاط ولا une détente توسع. دونك شنو درنا هنا من خلال هذه التجربه هذه؟ السؤال واش درنا عمليه ديال الانضغاط لا كومبريسيون ولا لا ديتونت en justifiant la réponse. Donc l'air a subi une compression. Donc الهواء خضع للانضغاط. لماذا؟ car le volume diminue de 100 ملم à 50 ملم. دونك شحال كانت عندي انا في الاول؟ دونك عندي 100 ملم، وشحال ولات من بعد ما ديبلاسينا لو بيستون؟ ولات 50 ملم. دونك هذا شنو كيعني؟ باش نديميني لو فوليم، باش نقلص الحجم ديال الهواء، شنو خصني ندير؟ خصني ندير لا كومبريسيون بمعنى الانضغاط، خصني نضغط على لو بيستون. Quatrième question, est-ce qu'on a tiré ou bien poussé le piston? Est-ce qu'on a tiré بمعنى واش جرينا، هل قمنا بجر ولا بوسي يعني دفع؟ تيري بمعنى جر، بوسي بمعنى دفع. دونك السؤال واش دفعنا لو بيستون ولا جرينا لو بيستون؟ بيان سير حنا لو فوليم عندنا كانت 100 ولات 50. دونك باش نقلص انا لو فوليم شنو خصني ندير؟ خصني ندير لا كومبريسيون، وباش ندير لا كومبريسيون يعني خصني ندفع لو بيستون. دونك اون ا بوسي لو بيستون يعني قمنا بدفع المكبس كار لو فوليم ديميني، وكان عندي الجواب ديالي كانت عندي 100 ولات 50. Cinquième question, quelle est la valeur qui pourra prendre la pression P2? ما هي القيمة qui pourra prendre التي يمكن أن يأخذها la pression P2؟ شحال كانت عندنا حنا في الأول قبل ما ندفعو ولا نجرو ولا نديبلاسيو لو بيستون؟ كانت عندي 1013 هكتو باسكال، يعني لا بريسيون اللي كان عندي في لا سورينغ هو لا بريسيون اللي عندي على برا في الغلاف الجوي. من بعد ما ديبلاسينا لو بيستون شحال غياخد؟ واش غياخد 980 هكتو باسكال ولا 1040 هكتو باسكال؟ دونك حنا شنو درنا؟ درنا لا كومبريسيون يعني درنا انضغاط. علاش؟ لاننا دفعنا المكبس. شحال كانت عندي ديال لو فوليم 100 ولات 50، صافي دير لو فوليم نقص ولا لو فوليم نقص، صافي دير لا بريسيون شنو خصو يوقع له؟ خصو يتزاد كما شفنا في الدرس. دونك لا فالور اللي غادي ياخذ هي 1040. دونك بويسك l'air subit une compression بما ان الهواء خضع للانضغاط، دونك لا بريسيون va augmenter الضغط سيزداد. et la valeur qui pourra prendre ولا القيمه ديال الضغط التي يمكن ان ياخذها الضغط هي بي جوج تساوي 1040 يعني هكتو باسكال، يعني الضغط غادي يتزاد. لا dernière question, en déduire la propriété physique استنتج الخاصية الفيزيائية qui a été mise en évidence التي تم إبرازها par cette expérience من خلال هذه التجربة.
Donc la propriété physique الخاصية الفيزيائية qui a été mise en évidence التي تم إبرازها est la compressibilité des gaz قابلية انضغاط الغازات. بمعنى أن احنا شنو درنا من خلال هذه العملية كاملة؟ ضغطنا على الهواء وبالتالي ممكن نستنتج بأن الهواء قابل للانضغاط. ممكن نقول واحد لا ريبونس أخرى نقول بأن l'air est expansible. إلا ما عرفتش هذه الكلمة ديال compressibilité غادي نقول l'air est compressible. فوالا دونك الى وصلتي معايا حتى لهنايا ما تنساش دير لايك ودير اشتراك والله يسهل عليكم تشوفوا نقاط مزيانه ان شاء الله وما تنساوش ديروا لايك الله يسر اموركم.